في مكونات كتيرة جدا مرتبطة بالبترول. ايه المشكله ان في مكونات مرتبطه بالبترول؟ يعني الجمله دي مضلله، يعني توحي للمشاهد ان اي مكون مرتبط بالبترول مضر، ودي مش حقيقه. في منتجات كتير جدا تابعه لصناعه البتروكيماويات مش مضره، بالعكس قد تكون مفيده، زي مثلا الفازلين. يعني الفازلين ده اسمه حرفيا بتروليوم جيلي، جل البترول مشتق من البترول، وحاجه امنه جدا وفعاله جدا وبنستخدمها للترطيب واحيانا في الحروق البسيطه. حاجه مشتقه من البترول لا تساوي حاجه مضره. لازم تفهمنا ليه في ضرر. عشان بيتحط بكميات كبيرة والفترات طويلة ويعاد استخدامه كتير، المواد دي لما بتفصل وتدخل جوه الجلد قد يكون ليها تأثير سلبي جدا جدا على الكبد. طيب الجملة دي برضو جملة غريبة جدا وغير مبنية على أي علم ولا على أي أدلة، والجملة في حد ذاتها غير علمية. يعني إيه قد يكون له تأثير سلبي على الكبد؟ وصلنا للاستنتاج ده إزاي من الكلام اللي إحنا قلناه؟ المواد دي بتدخل الدم، بتدخل الدم، وفي دراسات اتعملت في الاف دي اي اثبتت ان الكيميكال فلترز لما بتستخدم بالريكومندد دوزز، يعني بتتحط بالكميه الكافيه وبتتكرر كل ساعتين، بيكون ليها تركيز في الدم، يعني بتظهر في الدم، بس ده لا يعني ان هي مضره للكبد. مفيش حاجه تثبت ده. الدراسه اللي عملتها الاف دي اي ووجدت كده كان غرضها تقول ايه؟ خلاص الحاجات دي ليها تركيز في الدم، محتاجين نبحث هل ليها تاثير سلبي ولا لا، وبدات تطالب الشركات ان هي تعمل دراسات وابحاث على المواد دي عشان نشوف هل ليها تاثير سلبي ولا لا. لكن لم يثبت اي تاثير سلبي، ولم يخرج بناء على هذا اي توصيات بعدم استخدام واقي الشمس. فازاي حضرتك بتوصي الناس بكده؟ تعالى يلا نشوف الهجايز.